هذا السائل يقول إن بعض طلبة العلم يقول، وهذا من التلبيس الذي ذكرتموه سماحة الشيخ، بأن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية هو قرار سياسي لا يراد به وجه الله، وإنما هو قرار سياسي لا يمت للدين بصلة، لأن جماعة الإخوان جماعة معتدلة في المنهج ومتوسطة في الفكر. فما رأي سماحتكم حفظكم الله؟ نحن نود أنهم يكونون جماعة متوسطة في الفكر ومعتدلة، نود هذا، والحاصل ما لنا شأن في الجماعات والكلام فيها، إنما نقول الحق واضح والجادة واضحة والجماعة المسلمين واضحة، ولا لنا شأن بفلان وعلان. من كان على المنهج السليم فأهلا وسهلا ومرحبا، هو منا ونحن منه، ومن كان على خلاف المنهج السليم فليس منا ولسنا منه بأي اسم سمي. نعم. لكن هو يقول إنه أمر سياسي، ونعرف أن للعلماء إذا كان إن الأمر ما يوافق الكتاب والسنة فهو مردود، أما إذا كان يوافق الكتاب والسنة ويحذر من التفرق والاختلاف ويحذر من خلع السمع والطاعة لولي أمر المسلمين فهو كلام باطل. نعم.